من الذي عمل المغرب؟ ليست هناك دولة اسمها المغرب، هناك فاس، مكناس، مراكش، حتى الآن باللغات الأجنبية يقولوا مراكش، مروكو، ما عمرهم ما يقولوا المغرب. مش ممكن يرضوا عنكم. امشوا استسلموا، امشوا اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا نقليكم على عيوننا على رؤوسنا. ما ينفعش، لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثانيا، المغرب مسخ من 4 قرون، وكان دوما متآمرا مع الأسبان والبرتغاليين ضد الجزائر والدولة العثمانية، فليس هذا بالنموذج الذي تضرب إليه آباط الإبل للأسف الشديد. نعم هناك محاولات، ولا شك أن الشعب هناك بدأ يعي ويتنبه إلى واقع الأمر، وبدأت محاولات التغيير، وستأتي محاولة تغيير رغم أنف النظام الحسني المزعوم في المغرب. هل تشعر الجزائر بأن هذا يهدد أمنها الداخلي؟ وكيف لا؟ يعني هذا وزير الدفاع الإسرائيلي جاء في زيارة رسمية للمغرب وطلع بتصريح في على أرض عربية، بيني غانتز، وقال أن الجزائر دولة عدوة وإحنا لها بالمرصاد. وقال هذه أول مرة مسؤول إسرائيلي يهدد دولة عربية من على أرض دولة عربية أخرى، هذه لأول مرة صارت.